أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الخال. رغم إن منى قاعدة على يميني يعني مذيعة معايا، بس اسمه بيت الخال. بيت الخال، مفيش خالة ولا كلام فاضي من ده، بيت الخال. ليه بقى سميناه بيت الخال؟ أفكر حضراتكم، احنا منقطعين بقالنا فوق السنة. الخال هو السند، الخال من طرف الأم، فالخال لازم نلاقي فيه الحنية، الرجولة، الشهامة، بس ده كله مغلف بإيه؟ بالحنية والعطف والاهتمام. أهلا مرحبا بيكم في برنامجكم بيت الخال، برنامج شادي غانم ثم منى السعيد. بصوا يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم حاجة. أولا أهلا بيكم بعد غياب 2 كاملين، رجعنا لكم تاني. بس مش معنى كده إن أنا جاية عشان بيت الخال، هو جايبني عشان المشاهدات. يا بنتي انت قعدنا نق عليكي والحمد لله النق بتاعي جاب نتيجة، والله فعلا كانت بتجيب فوق 100,000 مشاهدة في كل حلقاتها بفضل الله. قعدت في البيت خالص. ما هو بسببه برضه. انا سعيد جدا، انا سعيد ومعترف بده، انا في غاية السعادة. عادي، ما هو بسببك. طيب عشان ما نخليش سوا نتعرف بالاعلاميين اللي معانا. ايوه، النهارده بعد غياب 2 قبل ما نتعرف بالاعلاميين هدي نبذه مختصره كده للمشاهدين عن الحاجه اللي هنتكلم فيها. قلنا نرجع لكم بحاجه كده تكون ترند او شاغله بال الناس اليومين دول. طب ايه يا ترى هو الترند او اللي شاغل بال الناس؟ هو الاسعار. بس احنا مش هنتكلم في الاسعار في حاجه معينه، احنا هنتكلم في حاجه واحده شامله كل حاجه عن الاسعار، وهي تكاليف الجواز. أظن الجواز دلوقتي شامل العقارات وكل حاجة تخطر على بالكم، سواء عريس أو عروسة. والنهاردة بالذات معنا حد سنجل، هسأله سؤال مخصص ليها، فيا رب كده يعني إيه تبقى نشوف رأيها. وهل هي أكيد فكرتها هتبقى متعممة دايما مع البنات، يعني أكتر البنات. أسيبك أنت تتعرف بيهم ولا تعرف أنا يعني على أساس إن أنت بيت الخال والكلام ده؟ لا يا فندم اتفضلي يا فندم، سلميهم المايك عرفوا نفسهم. اتفضلي. اتفضلي. بيلا عادل، إعلامية جديدة. أهلا بيكي. عزة السيد، إعلامية جديدة. بص أنا مش قادرة أقول بقى أيوة. يعني إيه فطار محمد. وصلي بقى لزميلك. سمية السيد، إعلامية جديدة. أهلا بيكم. طيب بصوا يا جماعة، احنا النهاردة بنستأذن حضراتكم في حاجة. احنا عايزين نتكلم عن موضوع شغل الناس كلها. حضراتكم يا جماعة، احنا برضو الناس اللي ما تعرفش احنا بنصور امتى. احنا دلوقتي رمضان بعد 3 ايام، يعني ان شاء الله عيد الفطر تقريبا 33 يوم، يعني شهر وحاجة بسيطة. تبدأ ايه؟ الافراح وليالي الملاح، معروف. صح. موسم الجواز غالبا بيبقى فترة ما بعد رمضان لغاية العيد الاضحى اللي الناس بتقول عليه العيد الكبير، ثم فترة الصيف بعد كده. تمام؟ السؤال، في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة يا منى باشا، العريس بجد ولا العروسة يعملوا ايه في كل حاجة بقى؟ الطلبات بتاعت الجواز، موضوع الذهب، موضوع القايمة، موضوع التلاجة اللي لازم اجيب تلاجة ودي فريزر او 2 تلاجة، موضوع غسالتين، اصل غسالة كبار غسالة اطفال، لا عايزة فوق اوتوماتيك، لا عايزة فوق اوتوماتيك، لا انا عايز 3 اوض نوم، اوضة لينا واوضة للاطفال، وعشان لو جه واد وبت فمحتاجين يكون عندنا اوضتين. سوري في الكلمة، محتاجين الشقة بتاعتنا تبقى 200 متر ولا 150 متر ويكون فيها حمامين، ويا سلام لو الغرفة الماستر بتاعت النوم تبقى ماستر فيها حمام لوحدها، مش هنخلص. ايه رأيك يا منى؟ بص أنا ممكن أختصر كل اللي أنت قلته ده في حاجة بسيطة خالص. من كام يوم كنت قاعدة مع بابايا بنتكلم في تكاليف الجواز، هو قال لي كلمة خلصت كل حاجة. احنا نجيب اللي احنا عايزينه، هم يجيبوا اللي هم عايزينه، يعني من غير ما تشوطوا على بعض، من غير ما نشرط على بعض. والله فكرة كنا قوية بنتكلم جدا. اللي هو دلوقتي العريس يجيب اللي هو عايزه، العروسه ما تشترطش عليه انا عايزه وعايزه 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 وعايزه، لا هو يجيب اللي قدرته فيها، وهي نفس النظام. بس هل بقى السؤال هنا، هل في ناس كتير جدا هتوافق بالشرط ده، ولا هيبقى برضه لسه عقدة الخواجة انا عايزه وعايزه وعايزه وهو نفس النظام؟ قوي بيلا بقى تقول لنا بقى، امسك المايك كده بقى وعيشي مع نفسك، قول لنا تمشي الدنيا كده ولا تمشي ازاي؟ مش عند كل الناس، في ناس هتتقبل الفكرة وهنقول هنخفف عن بعض الضغوط شوية، واللي تجيبه واحنا نجيبه فمش هتفرق كتير. وفي ناس لا طبعا ما بتتقبلش، لان في بعض الاماكن بيحبوا يحطوا العفش على عربيات وعلى حاجات عشان يتباهوا قدام الناس، بصوا احنا جايبين ايه ومكلفين ايه وبنتنا داخلة بايه. وده بصراحة من وجهة نظري يعني حاجة صعبة. طيب انا اسمحي لي اقطعك في نقطه، وسؤال بديهي جدا، ايه اللي يجبرني كراجل جاي اتجوز اقبل الوضع ده؟ ايه اللي يجبرني؟ ما هو ده بقى اللي بنتكلم فيه، لان في بعض الرجاله بصراحه لما بيدخلوا وبيعرضوا وجهه نظرهم او امكانياتهم ويشوفوا ان العروسه او اهلها مبالغين في الطلبات جدا بينسحب. صح كده؟ جدا. تمام. بأيد الموضوع ده جدا على فكره. جميل جدا. استاذتنا بقى استاذ عزة تقول لنا بقى رايها ايه في الموضوع.
انا برضو من رايي الاستاذه بيلا، انا شايفه ان الغلاء طبعا بقى فاحش وكده، وطلبات برضو الاهل مبالغ فيها قوي، وفيها ناس بتتقبل ان انا اجيب اللي اقدر عليه والعريس كمان يجيب اللي يقدر عليه. لا انا عايز اقاطعك يا عزه، ده اجابه دبلوماسيه وبتقولي نفس الكلام. بالله اسالك سؤال، تقبلي حد يجيب لك شبكه فضه؟ استني بس عشان انا اللي عايز اسال السؤال ده واخده مني. يعني سرقت، يعني اسم الله سرقت ورقه الثانويه العامه. طيب ها، تقبلي انت شخصيا حد يجيب لك شبكه فضه؟ اقبل فعلا والله. بس الفضه فلوسها مش فيها، ما تزعيش مني. جاب لك شبكه ب 20-30 الف فضه، يقابلها لو كان ذهب 200-300 الف مثلا. طب ال 20 الف دول لو اتزنقت فيهم تبيعيهم هيجيب لك ربع جنيه. انا ما بتكلمش في ماديات عموما. هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ التمسوا ولو خاتمه من حديد. الله عليك والله، الله عليك. ما بتكلمش في ماديات، انا بتكلم بس في القدره نفسها. انا ما احبش ارهق حد. استاذه صفاء، نسال سؤال كده في السريع، لو خلينا الذهب جانب مادي افضل ولا نخليه فضه؟ يعني سي مثلا المعقول ان كنا هنجيب ذهب مثلا من 30 ل 50 الف، او 20 30 40 50 الف. في الرينج ده بدل ما نجيب ذهب، لانه مش هيجيب حاجه دلوقتي، هيجيب حاجات فاضيه، ما نعمل بيها وديعه باسم الزوجه في البنك. فكره حلوه ولا فاشله؟ يعني عايزين نفرح ان احنا نشوف الذهب والفضه وكلام من ده ونلبس بقى قدام الناس وبتاع، ولا ممكن نبقى عمليين ونرضى بالفلوس؟ الناس للأسف في مجتمعنا ما زالت بتتباهى بالذهب. يعني ما زالت بتقول لا ده انا جالي ذهب قد كده، ده احسن من بنت خالها او زي اختها او زي بنت عمها، فما زالوا بيتباهوا بالذهب. للاسف في ناس دلوقتي بيروحوا يشتروا ذهب صيني علشان يتفخروا ويتباهوا ان بنتنا جالها ذهب، بس العريس معروف انه ده بصين. انا ايه مش هنجيب مثلا، او هنعمل زي ما انت بتقول مثلا فكره ان انا هكتب مثلا جرامات الذهب في القايمه بدل ما اجيبها مثلا، او هكتفي ان انا اجيب دبله وهكتب الباقي جرامات في القايمه واجيب ذهب صيني عشان اتفاخر. فما زالوا المجتمع مش متقبل فكره ان انا اجيب حاجه بديله، او اجيب خطه، او احط فلوس في البنك. لسه مش متقبل الفكره دي لحد دلوقتي. نتمنى من الاجيال الجديده هي بقى اللي تعمل الترند، وهي اللي تتبنى الفكرة دي وتطبقها فعلا. لكن الجيل اللي موجود حاليا مش شايفاه متقبل الفكرة دي. طبعا انت بتقوليه صح، بس دلوقتي هو خسر فعلا مبلغ كبير جدا، او حتى لو مبلغ بسيط كان ممكن يعملوا وديعة او يكتبوا، وكانت هتبقى افضل ليها. يعني المظاهر دايما مش كويسة، وفي الزمن اللي احنا فيه يا ريت محدش فعلا يبص على المظاهر تماما. استاذة سمية، انت ايه رأيك؟ انا شايفه ان احنا بقينا بنبص على الماديات اكتر وبنحاول نأمن نفسنا. يعني مش كأني داخله ابني حياه، لا ده انا بأمن نفسي عشان لو اتطلقت يبقى معايا فلوس ذهب، يبقى معايا قايمه كبيره اعرف اخد حقي. محدش بيبدأ حياه جواز عشان مجرد ان هو هيبني حياه وعيله واسره وحياه تانية. احنا بنأمن نفسنا عشان لو اتطلقت. وانا بختلف معاكي في الفكره دي، لان مش كله بيعمل كده. دي بتسمها شواذ. يعني دايما اي اتنين مقبلين على الجواز عايزين يأسسوا أسرة كويسة وحاجة. يعني احكي لك موقف بسيط. انا واحدة صاحبتي واستأذنت منها، اعتراضي بس ثواني بس، انا استأذنت منها اصلا ان انا احكي القصة بتاعتها. في البداية كان باباها ومامتها رافضين وعايزين كل حاجة في الشقة تبقى جاهزة، وضاغطين على الولد جدا، عاملين عليه لود رهيب. عمل ايه الولد بقى وهي جه مثلا في اوضه الاطفال عشان كان يجهزها، كان لا هيجهز اوضه الاطفال لا يكمل بقيه تكاليف الجواز. فيعمل ايه؟ اتفق هو وهي لحد النهارده، يمكن بابا ومامتها ما يعرفوش ان ده حصل. اتفق هو وهي ان هي تقول، هي كانت فكرتها الصراحه ان هي تقول انا هسيب الاوضه دي علشان اشوف في المستقبل انا هجيب بنت ولا ولد، وعلى اساسها اظبطها. تمام. فاتفقوا كده وكمل جوازته، وكانت الفكره جايه من البنت واهلها اقتنعوا تماما. يعني هو لو قال حاجه زي كده كانوا هيرفضوا اكيد خالص. فالفكره مش ان احنا داخلين ان احنا نأمن نفسنا او كده، لا خالص. يعني وجهه نظرك، اسمحي لي بقى، تعالي كده بعد اذنك، كده انا معاك يا سمية قلبا وقالبا. ليه بقى؟ النهارده حضرتك بقينا بنبص على الفلوس قبل اي حاجه تانية. صح. سوري في الكلمه، اللي خلى المجتمع كله يبص على الفلوس بيخلي الزوجه واهل الزوجه او العروسه يبصوا على الفلوس. اثبت لي الكلام ده يا عم شادي، او قول الكلام ده يا عم شادي بكل بساطه وبكل هدوء، كلمه ورد غطاها. هي ايه؟ ما كناش طلعنا، مش هقول اسامي ناس، ما كناش طلعنا مغنيين صوتهم بسم الله ما شاء الله هو والطور واحد بس عشان يعمل ترند ويجيب فلوس. صح. ما كناش حد استعمل زي الشكمان العربيه المثقوب، مش عايز اقول مخروم، عيب الكلمه دي، اقول لك كلمه درجه، بس هو كده ويكسب فلوس. قولا واحدا احنا رايحين في داهيه بسبب ان احنا بنركز مع الفلوس. انا مع سمية
الناس بتخش تأمن نفسها فلوس وكأنها داخلة معركة، احنا اكيد هنتخانق، اكيد هنتطلق، أأمن بنتي، رغم اني مش عارف ان امان بنته في حاجة واحدة، ان بنته في كنف راجل محترم. يا عم لو مش محترم ما تجوزوش بنتك. انا بختلف معاك تماما، مش معنى ان احنا على طول الوقت نقر ونقير فبختلف من باب الاختلاف، لا انا بختلف معاك، لان لو احنا هنبني البيت على ان احنا فلوس ونأمن مستقبلنا والكلام ده كله، يبقى بجد الدنيا هتخرب. مفيش كده. في نسبة طلاق عالية، بس نسبة الطلاق ما بتبقاش دايما عشان الفلوس. لا طب هقول لك حاجة كتيرة جدا. هقول لك حاجة بيلا نبدأ بيها، نسألها سؤال بعد إذنك يا بيلا. قوايم النهاردة أخبارها إيه؟ الثروة لا تقدر بثمن. طيب يعني القوايم النهاردة بزيادتك بتسمعها أرقام كام في المية؟ أرقام كتير، وعايزين القايمة ب1,000,000 والشبكة أو الذهب ب60,000 واللي مش عارفة كتير جدا. لا أيوة. حلها إيه بقى؟ حلها بصراحة ان احنا نقعد في الاول ونتفق مع بعض ونشوف امكانيات العريس ايه، هو يشرح لهم بالراحة ويقول لهم انا هجيب 1 2 3، والله متفقين اهلا وسهلا، مش متفقين خلاص. هو ده الصح وهو ده الطبيعي، لان فعلا القايمة دلوقتي احنا داخلين عشان نأمن مستقبل البنت، والبنت بتبص للحاجة ان انا لما اتطلق هاخد ده معايا. طيب انت قلت بقى كلمة حلوة قوي، لما اتطلق. طب ليه ادخل اصلا الجوازة وانا عارفة ان انا هتطلق؟ علشان خاطر الجيل اللي احنا فيه ده بيبقى داخل يعني على كفة. انا ضدكم دايما، انا ضدكم. وفي الفكره دي لا، مش مفيش كده. في ناس لحد دلوقتي محترمه بتبني بيت على عادات وتقاليد وثقه وحاجات. دي حقيقة. لا مش 1%، مش 1%. دي حقيقة. دي حقيقة بس مش كتير. اسمعي بقى تشيل أرقام عشان أنا خاله، وتقولي يا خاله ويا ثاني شادي ويا حبيبي يا شادي وتدلعوني يا شادي، لكن انتوا بنت عزه بنت اسوان الارقام يعني. بذمتك يا عزه، بذمتك انا كلامي صح ولا كلام منى؟ بجد والله. لا انا متفقه مع رأي حضرتك. يا جماعه انا بتمسح يا جماعه. هو انتوا يعني هتيجوا معايا عليه ولا ايه يا جماعه؟ عليا لا بس لا هي انا متفقه فعلا مع رأي دكتور شادي، لان هو ده اللي ظاهر قدامنا. يبقى بلاها جواز خالص. ليه ادخل بقى جواز وانا عامله عشان فلوس، وفي الاخر ممكن يبقى نتيجتها طفل، نتيجتها اصلا 2 و3 كمان، وانفصل بشويه. معلش دلوقتي القايمه ما بقتش تاخدها وحتى النفقه مش قد كده، يبقى ليه ادخل جوازه من الاول عامله كده؟ لو انتوا شايفين ان الموضوع كده، لا خالص. هو لكل قاعده شواذ. في ناس فعلا كده داخله جواز فلوس، والناس اللي داخله جواز فلوس عمرها في حياتها ما هيتفقوا مع بعض. يعني الولد لو قال انا معلش انا مش هقدر اجيب الحاجه دي، يلا مع السلامه، عشان هم داخلين جواز فلوس. مفيش كده. في جوازات كتير جدا بتحصل وما بيبقاش في لود لا على العروسه ولا على العريس، والدنيا ماشيه تمام جدا بينهم، وتبقى الحياه مستقره وكويسه. هو يعني تمام، بس هي النسبه الاعلى ان السيد نبصص للجانب المادي. طيب انا جاي دلوقتي سؤال في دماغي، ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ ايه اللي وصل البنت او الولد لمرحله الجواز دي؟ يعني ليه ابص للماديات؟ ليه ما ارجعش زي زمان كده ويبقى في عادات وتقاليد وحاجات كويسه؟ علشان كتر المشاكل اللي بقينا نسمعها كتير قوي، كتر الطلاقات، كتر يعني بنسمع جوازة سنة واتطلقوا، 3 شهور واتطلقوا، 2 واتطلقوا. فكتر ده بقى عندهم ثقافة ان انا داخل لا ما فيش امان، يعني ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجة زي كده، فانا بأمن نفسي. فده اللي وصلنا لكده. يبقى بلاها جواز من الاول، اقعد في بيت بابا. يعني انا مثلا لو هروح عند واحد عشان يصرف عليا مثلا، طب ما انا قاعده في بيت بابايا باكل وبشرب وبصرف برضه. ده اللي فيه عايزين نصححه بقى. دي المفاهيم اللي دورنا كفي الاعلام ان احنا نصححها وننقلها للجيل الجديد، ان احنا يا جماعه الجواز يعني انا متقبله الشخص ده وحاسه بالامان معاه، وحاسه ان هو يعني اخلاق وبيعمل اللي عليه وطموح وبيعمل اقصى ما عنده، ليه خلاص نكمل مع بعض. يعني دي ممكن تبقى فعلا رسالتنا مع واحده واحده، يعني مش لازم نجيب كل حاجه، لا طالما الحب موجود والاحترام موجود والاخلاق موجوده، ليه ما نبقاش في استلمه واحده واحده مع بعض؟ ليه نخش انا خايف منك وانت خايفه مني؟ فده اللي احنا دورنا كاعلام بنقوله للاجيال الجديده، ان ده الصح وده المفروض انه يحصل. وبنستغل فرصه ان الغلاء دلوقتي، ونستغل فرصه ان الدنيا بقت صعبه دلوقتي، ونبدا نيسر لبعض كده. الاصل مش انا اتجوزت، لا الاصل ان انا ببني حياه مع شخص جديد. يعني بعد اذن حضرتك ممكن نقول رب ضارة نافعة، نستغل الظروف لصالحنا. الدنيا دلوقتي خلاص بقت غالية ومش قادرين نجيب كل حاجة، مضطرين نيسر على بعض. يمكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان احنا نيسر على بعض غصب عن كده، غصب عننا. يعني مش هيسر، ده غصب عني، مضطر اعمل ده. طب سمية هسألك سؤال بأمانة والله مش بهزر يعني.
احنا ايه السبب في المشاكل اللي بتحصل وفي الطلاقات دي كلها؟ هل السبب في الانفصال والطلاق ده هل صغر سن متزوجين، ولا عشان متجوزين عن حب ولهوجة من غير عقل، ولا علشان خاطر الجوازة أصلا كانت مبنية على أساس خاطئ، ما حطيناش أسس، ما حطيناش اتفاقات مبدئية، ما حطيناش زي ما بيقولوا كده خطة استراتيجية للجواز. خطة استراتيجية بمعنى والله لو حصل ما بيننا خلاف هنعمل 1 2 3، ولو احنا ما اتفقناش مثلا كلمة الراجل هتمشي. ممكن لو هنشور حد من بره، باباكي او بابايا، مامتك او مامتي، مش بنروح نشتكي، لا بنروح نشور. لا مش هنشور اي حد خالص ونحل مشاكلنا لوحدنا. في اتفاقات كده بتتم في الاول. انا خلي بالك اللي بعرف ادخله 10 قروش مفيش غيرهم، لازم نعيش على اساسهم. طب هنعرف نزود؟ هتعرفي تشتغلي معايا؟ لا انا مش عايزك تشتغلي، هنستحمل بقى. طب هتشتغلي؟ طب هتحطي كذا في البيت، مش هتحطي كذا في البيت، الكلام ده كله ايه رايك؟ هو طبعا كل ده لازم يكون موجود، بس خلينا نقول ان الكلام ده احنا عايزين ناس ناضجه عشان تفهموا، عشان تقدروا، عشان يبقوا فاهمين معنى الكلام اللي هم بيقولوه. طيب انا دلوقتي شايفه ان نسبه الطلاق عاليه جدا. اولا حاجه من ضمن الاسباب، انا لما باجي اجيب جهازي ببقى باصه على بنت خالي وبنت عمتي وصاحبتي والبلوجر اللي بتعمل فيديو ومش عارفه مين ومش عارفه، متاثره بكل اللي حواليا. بفضل اضغط على مين؟ على اهلي، واطلب في طلبات هم مش قدها. لما باجي بدخل وبتجوز وببني حياه انا ما ببقاش حاسه بقيمه كل اللي عندي. ادي نقطه. تاني نقطه يا دكتور، الولد والشاب كذلك لما باجي اجهز، الاهل اللي بيروحوا يتفقوا، والاهل دلوقتي بيساهموا ب 90% من الجهاز، فطبيعي ما بيبقاش حاسس بقيمه العفش وقيمه الفلوس اللي اتدفعت وقيمه قد ايه الاهل تعمل. لما بنيجي ننفصل بكل بساطه، يلا انت طالق وخدي حاجتك وهرمها لك وانا اخد حاجتي، الدنيا بتبوظ. ادي سبب من ضمن الاسباب. تاني حاجه بشوف ان احنا مش فاهمين يعني ايه جواز. انا حتى في البرنامج كنت دايما بقول احنا محتاجين كورسات نفهم فيها الشاب والبنت قبل الجواز هم داخلين على ايه. الحياه مش حياه وردي، ده مسؤوليه. انا عايزه اقول لك موجهه ليك سؤال كده. استاذه سميه قالت نقطه حلوه قوي. أيوة. قالت ان الحاجه بتجيلهم بالساهل فبالتالي بيستغنوا عنها بالساهل. حقيقي. يعني الاب بيساعد والكده، الولد بالذات عامه يعني. طيب انت لو جات لك الفرصه دي وابنك محتاج ان هو يتساعده، هل هتساعده ولا هتقف بقى عند الحته دي وتقول لا علشان اللي جه بالساهل ما يروحش بالساهل؟ طيب السؤال بتاع حضرتك ده سؤال قاصر، انا اسف في الكلمه، عايزين نخليه سؤال بالغ. حلو كده؟ حلو، قاصر وبقى جميل. حاجه لازم ما ينفعش. بص يا ستي، عشان ما نطولش على بعضنا، انا لازم هساعد ابني، ما فيهاش فصال. انا لازم اسبق الزمن. ايه اللي يخليني اجوز ابني وهو عنده 40 سنه على ما يجهز نفسه؟ ما انا اجهزه ويتجوز بدري ويعف نفسه ويبني اسره سعيده ويخلف بدري وابنه يبقى سند ليه. بس في نقطه بس نكملها بقى، اعلمه اصلا طول حياته ان اللي بيجي ده شاء ابوه تعبه كانه شاءك وتعبك. اعرفه ان اللي جاي ده مش بالساهل. اعرفه ان الحاجات اللي انا جبتها لك دي ما جاتش بالدلع، جات ان ابوك بره طالعين عين اهله في الحياه. تخيل كده انت بتهدر مجهود وتعب ابوك. وعلى فكره انا بتكلمش عن نفسي، بتكلم عن الرجال عامه. في كثير من الرجال بيطحنوا بره، وقد يصل الامر ان يبتلع، مش هقول انهانات، بس يقبل حاجات ما كانش هيقبلها في وضع تاني. ان ممكن مدير في الشغل يزهق عليه يتخانق معاه عشان القرش. ما كانش بيحصل قبل كده، يقول لك يبور في ده الشغل. دلوقتي هيقول لك لا ما يغورش، من ورايا عيال عايزين ياكلوا. ما دي مشكله بقى. وصل سعاده الباشا؟ طيب عايزين ناخد راي عزه كده في موضوع معين، على اساس ان احنا الفضيحه بقى، الفضيحه رنا شوقي اعلاميه جديده جت حاله متاخره، والدكتور مجدي موته وسمه ان حد يجي متاخر. وانا بصفتي بوتجاز وبحب جدا اهدي الامور، ازاي يا دكتور مجدي تسمح لنا تيجي متاخر؟ ازاي تسمح لها تيجي كده من غير ما تقطع برنامجها، تمنع عنها الشغل، تمنع عنها اي حاجه؟ يا دكتور احنا قاعدين فاضيين نعمل برنامج رنا ايا كان البرنامج، لو حتى برنامج طبخ عن المراه انا جاهز، ما تشغلش بالك يا دكتور. عزه باشا، عشان نستغل ان انت احدث مذيع معانا وهنستاذنك رنا تكون مجانك، عايز اخد بس رايك الاول في حاجه. ايه رأيك في الافراح المبالغ فيها؟ الفرح النهارده بيتكلف 250 ل 500 الف جنيه، ده الفرح المتوسط مش الغالي، لان في افراح بتخش فوق المليون. ده منطقي؟ لا طبعا مش منطقي، وحضرتك قلت يعني ان هي مبالغ فيها فعلا. احنا ممكن نعمل الافراح بتكاليف بسيطه، بامكانيات بسيطه. ممكن حفله صغيره نعزم فيها بس اهل العريس القريبين واهلي كعروسه مثلا، وبس كده، مش محتاجه كل التكاليف دي. او فيها ناس بتستغل الفكره، عندها افكار تانية، يعني بتاخد الفلوس وتطلع عمره عشان التكاليف العاليه دي قوي. برافو عليك. فانا عجباني الفكره دي جدا. شايفه ان مفيش داعي للتكاليف دي خالص يعني. شطوره، برافو عليك. للاسف رنا عماله تصغر لي من ورا الكاميرا ومتضايقه ان دكتور شادي هو اللي قدمها على اساس انه خالنا بقى يعني. معلش انا اسفه، فهستاذنك
نجيبها بقى عشان اكيد كلهم عايزين يشوفوها. تعالي. مواعيدك. تعالي يا رنا للجيش مواعيدك. لا المنضبطه والله كانت النهارده ظرف بس هو ظرف. رنا شوقي غير منضبطه في المواعيد، ابسط الاسم. مشيها ظرف بقى، مشيها ظرف. ازيك يا رنا، عامله ايه؟ ازيك يا بغض النظر عن هو اللي قاله خالص، يعني عادي ما فيهاش حاجه. خاله مشكله يا بنتي عادي عادي، خاله ما فيهاش حاجه، متعودين منه على كده. اي نعم. ايه مش عاجبك؟ ماشي لا خالص يا بنت اختي بقى. ايوه ما ينفعش. معلش كان والد. طبعا انت عارفه طبعا انت عارفه ان احنا بنتكلم النهارده عن تكاليف الجواز والاسعار المبالغ فيها. انت ايه رايك بقى في الموضوع كده كتوتال، علشان اكيد مش هنمسك كلمه كلمه بقى، يعني انت جايه متاخر وكمان هيضربونا. طب لا خلاص بصي، متهيألي ايه في حته ان الفرح بقى مكلف او الجوازه بقت مكلفه، زي ما بيلا قالت في اول الحوار خالص ان لازم يبقى في اتفاق ما بين الاسرتين. انا مقدرتي اعمل كذا وكذا وانتوا مقدرتكم اجيب كذا وكذا، فخلاص من الاول اتفاق. متفقين على كده بنتمم الجوازه، مش متفقين بنشوف بقدر الامكان. لو خلاص يعني في حاجات ممكن تتساب شويه من اهل العريس، تتساب شويه من اهل العروسه، والجوازه بتتم. ما حصلش النصيب يبقى ده من عند ربنا، مش بتاعتنا بقى، مش بتاعت حد دي. طيب نيجي بقى خلاص اتفقنا وكل حاجه، وصلنا لتكاليف الفرح. طب انا ليه اعمل فرح كبير قوي واعزم ناس كتير في حين ان انا ممكن افرح بحاجه بسيطه ما بين اسرتي واسرته وتقتصر على كده واسمي عملت فرح؟ بس مش في ناس كتير جدا بتتقبل الفكره دي للاسف. ما هي لسه قلت لك ايه، حسب الاتفاق من الاول. انا متفقه على كده وانا كعروسه مرتاحه كده والعريس مرتاح كده وخلاص. طيب يا رنا من وجهه نظرك نقدر نعمل ايه او نوجه ايه للناس ان هم يغيروا ثقافه التفكير بتاعتهم؟ بصي العيشه غليت، الناس حاسه اصلا بده. يعني مش هتقدري تقول لهم لا بصوا في غلو اسعار، ايه ده الحاجه بقت مكلفه جدا، ايه ده لا ما عدناش الحاجات اللي كنا بنقدر نجيبها زمان دلوقتي ما عدناش نقدر نجيبها اصلا. اكيد. فكده كده الناس واخده بالها من الوضع ده. لازم بقى من جواهم زي ما خدنا بالنا ان في غلو اسعار، في حاجات انا هبتدي استغنى عنها في معيشتي اليوميه سواء انا كفرد او كاسره. لازم كده كده هغير فكرتي عن هستغنى شويه الثقافه عامه اللي احنا ماشيين بيها يعني عشان نتمم ان يبقى في تكوين اسره تاني ان شاء الله، ويبقى في استقرار وعماره في الارض اللي هي دي اصلا سنه الحياه. لازم يبقى في حاجات هستغنى عنها. ومحدش هيعمل اللي انت بتقولي عليه ده الا الناس اللي هي اصلا داخله تاسس بيت. مش داخلين يبصوا على المظاهر، هنقعد شهرين 3 هنتفسح فيهم، هنقضي حياتنا، هنروح المالديف، هنروح مش عارفه. لا ده في اللي انت بتقوليه ده الناس اللي داخله تاسس بيت بجد. حلاوه البدايات اللي بتيجي دي حلوه نحطها على جنب. احنا اوكي انا بحبه وهو بيحبني ماشي تمام، هنأسس بيت بقى. حط الحب ده على جنب. احنا عايزين استقرار مع الحب. الحب لوحده ما بيطلعش بيت كامل. صح. لازم في استقرار، لازم في مودة، لازم في رحمة تيجي من الأهلين قبل ما تيجي ما بين الزوج والزوجة. بس تعرفة المشكلة في ايه دلوقتي يا رنا؟ ان سواء متجوزين صالونات او متجوزين عن حب، بعد الجواز فعلا بتبقى هي نفس المشاكل. ما بقاش يفرق بجد قوي الا من رحم ربي طبعا، وكل قاعده شواذ عشان ما حدش يضربنا. بعد اذنك يا سمية، بعد اذنك يا صفاء، سوري. دلوقتي تم الجواز على خير واتجوزنا والدنيا كويسه والدنيا تمام، واول صدمه ناخدها في اول حاجه في الولاده. ايه الولاده دي؟ نقول من اول الحمل مش من الولاده كمان. تلاقي الراجل مودي زوجته عند دكتوره نساء وتوليد، الموضوع كله يكلفه في الشهر حاجات بسيطه ودكتوره شاطره يعني، ونيجي في الاخر هتعمل ولاده مثلا قيصريه سيب 10000 جنيه مثلا. بديك ارقام حقيقيه موجوده في السوق تمام، لان دي احد الاصدقاء يعني تعرض لهذا الموضوع، ومش طبعا مش هقول اسمه يعني. لا اهل مراته طلبوا منه ان هي تتابع مع دكتوره معينه بتاعه الاسره، والدكتوره دي بتاخد في متابعه الحمل والولاده القيصريه 100,000 جنيه. هو كده باكج على بعض. يا جماعه ايه يا جماعه ايه يا جماعه ايه ده؟ الولاده ب 10000 وهتكلف في الشهر ما يكملش يعني 500 600 جنيه وتحاليل وبتاع. لا هو كده ايه الموقف؟ لا انك تفرض يعني دكتور على حد، لا يعني حريه الاختيار موجوده، يعني اختاري اللي انت عايزاه في حدود المعقول. لكن اللي انت بتتكلم عنه ده في حدود مش المعقول، وبتتكلم في طبقه تانية وفئه تانية من الناس، فمش هتمشي مع كل الناس. فما ينفعش اكون انا من يعني عدم الذكاء ان انا اعمل مشكله على حاجه ما هيش في امكانيات زوجي ولا في الامكانيات الماديه المتاحه بالنسبه لنا. يبقى انا كده حد مش ذكي، يعني حد عايز يخرب على نفسه، يعني حد بيتبطر عن نعمه. يعني ما كانش دخل بقى الجوازه من اولها طالما هو متطلع لامكانيات اعلى من الامكانيات الموجوده.
طيب استاذه سميه بقى، اخر سؤال ليكي يعني لازم الولاده بقى تبقى في مستشفى 5 ستار والكلام ده كله، ولا ممكن نتنازل في مستشفى عاديه جدا ونقدر نقلل التكاليف شويه؟ طيب هو مبدئيا انا شايفه ان الموضوع ده المفروض دي حاجه بيني وبين جوزي، ما ينفعش مثلا ان والدتي تيجي تقول لي لا احنا المفروض عايزين نعمل كذا زي فلانه، او جوزي يقول لي حماتي بتقول ان احنا لا. انا شايفه ان دي حاجه بيننا احنا على قد امكانياتنا، بس احنا عندنا مشكله صغيره جدا. ايه المشكله دي؟ ان انا دايما ببص لغيري، انا هتفرق في ايه طالما انا معايا دكتوره انا واثقه فيها ان انا هولد وهقوم بالسلامه وان شاء الله البيبي يبقى كويس وانا ابقى بصحه كويس. هتفرق في ايه معايا موضوع المستشفى ان انا اعمل اللي دلوقتي بقى بيعملوا حاجات غريبه جدا صراحه. فالمفروض احنا ما نبصش على حد ولا نتاثر بكل الشغل اللي احنا بنشوفه. اهم حاجه ان احنا نكون راضيين بعيشتنا ومبسوطين بيها، ودي حاجه اتفاق ما بيننا. شكرا ليكي جدا يا سمية. طبعا يا جماعة احنا كان نفسنا نتكلم كتير بس وقت برنامجنا خلص، وبما انه خلص خلاص يعني فانا اللي هنهي الحلقة مش هدي لا خالص. فاشوفكم في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه في بيت الخال. وداريت عليها الكاميرا عشان انا لنهي حلقه جديده يا جماعه مع برنامجكم بيت الخال مع شادي غانم، منى لا قناه الحوار، دكتور مجدي مصطفى معانا من ورا الكاميرات. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله. لنا لقاء ورا الكاميرات. يلا سلام.